شكرا. الآن ننتقل بكم إلى فقرة محرر اليوم والتي زار فيها فريق مانشيتات صحيفة التيار والتقى بالصحفي محمد سليمان، والذي كان قد أجرى تحقيقا حول مشكلة المياه في المسعودية. نشاهد. بعد ما نحن عرفنا انه في اشكاليه في المويه، اشكاليه المياه في قريه المسعوديه، فتم تكليفي مباشره بانه انا اتحرك على انه امشي اقيف على العمل ميدانيا، وبالفعل اتحركت من هنا ومشيت. وفي اللحظه دي كان صادفت انه في اجتهاد من ابناء المنطقه على اساس انه يعملوا تحليل للمويه بجهدهم الخاص، لانه هم كان مشوا عشان ما يعملوا تحليل في المعامل الحكوميه، فلقوا التكلفه باهظه جدا، وهم كابناء قريه وناس يعني شويه على قدر حالهم ما قدروا يتحملوا التكلفه بتاعتها، لانه التكلفه بتاعتها العينه الواحده بيحللوها ب 2000 جنيه، فكانت صعب عليهم شويه. فعندهم احد ابنائهم مشى ويتكفل بالشغل ده بعلاقاته الخاصه، فاخذوا عينه، اخذوا 7 عينات من الآبار بالإضافة لعينتين من الشبكة. فالنتائج ظهرت إنه الموية ملوثة تماما، يعني تطابق النتيجة ما بين معامل السعودية والمعامل بتاعتنا هنا في الخرطوم. فظهرت النتيجة إنه المياه ملوثة بالغولون. ففي الجولة بتاعتي الميدانية أول شيء أنا طفت على كل الآبار، وقفت عليها. الآبار هي آبار قديمة، فالبعض منهم قال لي يا أخي الآبار دي من 1964 اللي هي أقدم بير واسمها بير السوق. الآبار من 64 هي دي البداية، بعد ذاك في البير الثانية تقريبا اسمها عجيبة. الآبار دي ما حصل لها تطوير من الفترة ديك، ما حصل لها تطوير. السهاريج بتاعتها الموجودة ذاتها سهاريج قديمة بترجع للفترة التاريخية اللي تم إنشائها فيها، يعني ما لقت أي تطوير، وما في ممكن نقول تحلية بتضخ مباشرة. يعني الموية من البير من الأنبوب الغاطس مباشرة بتطلع للشبكة، فدي في حد ذاتها إشكالية، غير إنها في حالة إنه الكهرباء تقطع، الكهرباء لما تقطع بيكون عندهم إشكالية إنه موية بتكون مخزنة ما في، فدي بتزيد من معاناتهم. ولحسن الحظ في اللحظة اللي احنا مشينا فيها الكهرباء كانت قاطعة، والمهندسين كانوا محتاجين ياخذوا عينة من بعض الآبار، فما لقينا طريقة. نحن اضطرينا حلقنا على الآبار كلها ومشينا، ما لقينا فرصة عشان ما نشيل عينة إلا بعد ما الكهرباء جت. يعني احنا انتظرنا أكثر تقريبا من 2 ساعة على أساس إنه الكهرباء تيجي، فبعد الكهرباء جت حتى الناس قدروا يمشوا ياخذوا منها عينة.